الصرع مش مرض يخوف. المريض مش مجنون ولا ضعيف، ولا لازم إن احنا نخاف منه. هو شخص زينا، محتاج فرصة وفهم ودعم. لو عرفنا ازاي نتعامل معاه هنقدر نحميه، وده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد مع أحمد أبو زيد. في البداية تعالوا نعرف يعني إيه صرع. الصرع هو اضطراب مزمن بيحصل في الجهاز العصبي المركزي. اللي بيحصل إن في خلايا عصبية معينة في الدماغ بتبعت إشارات كهربائية غلط، فتقوم تسبب نوبات. الإشارات الغلط دي ممكن تروح لأعصاب تانية وتأثر عليها، أو تروح لأعضاء معينة في الجسم، أو تروح تأثر على عضلات في جسمك. وده بيظهر في شكل تشنجات أو تصرفات غريبة بتحصل لمريض الصرع، أو حتى أحاسيس ومشاعر غريبة بتحصل لمريض الصرع، وده حسب الإشارات الكهربية الغلط راحت أثرت على إيه. وده تعريف الصرع باختصار. ودلوقتي لازم نفرق بين 3 مصطلحات مهمين جدا، وهما الصرع، التشنجات، النوبات. النوبات هي كلمة عامة بتوصف حدث مفاجئ بيحصل في الجسم، ومش لازم النوبة تكون بسبب الصرع، ممكن تكون لأي سبب تاني حصل في الجسم. أما الصرع فده المرض اللي احنا لسه متكلمين عليه. ايه العلاقة بين النوبة والصرع يا أبو حميد؟ بنقول على الشخص إنه مصاب بالصرع لما يحصل له نوبتين أو أكتر بدون سبب. طيب يعني إيه بدون سبب؟ يعني ما يكونش في سبب معين حصل في الجسم أدى لحدوث النوبة، بالإضافة إن النوبة لازم تكون بسبب نشاط كهربي غير مظبوط وغير طبيعي حصل في المخ. أما بقى التشنجات عبارة عن حركات بتحصل في العضلات وبتكون غير إرادية وعنيفة، وممكن تحصل بسبب الصرع أو لأسباب تانية. أنواع النوبات اللي بتحصل لمريض الصرع. تعالوا دلوقتي نعرف مع بعض إيه هي أنواع نوبات الصرع. إيه ده يا أبو حميد؟ هي نوبات الصرع ليها أنواع؟ معظمنا فاكر إن نوبات الصرع ملهاش غير شكل واحد، وهو اللي بيظهر في الأفلام والمسلسلات، ولكن في الحقيقة نوبات الصرع ليها أكتر من شكل، وهنعرفهم مع بعض دلوقتي. نوبات الصرع بتنقسم لجزئين كبار. في عندنا نوبات صرع جزئية أو بؤرية، أو نوبات صرع معممة أو بتحصل في كل أجزاء الدماغ. بالنسبة لنوبات الصرع الجزئية أو البؤرية، في منها البسيط أو المعقد، أو اللي بتبدأ في منطقة معينة وتنتقل لباقي الدماغ. أما بالنسبة للنوبات المعممة ففي منها نوبات الغياب، والنوبات التوترية، والنوبات التوترية الرمعية، والنوبات الارتخائية، والنوبات الرمعية، والنوبات الرمعية العضلية. عارف انك ما انتش فاهم اي حاجة من الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، ودلوقتي هنبدأ نوضح كل نوع بيحصل ازاي، وده هيساعدنا في فهم كل نوع بشكل واضح. ازاي نوبات الصرع بتحصل؟ تعالوا الأول نعرف المخ بيشتغل ازاي زي ما اتعودنا قبل ما نتكلم على المرض. المخ بيستقبل وبيرسل إشارات لكل أجزاء الجسم عن طريق نبضات كهربية بتتنقل من خلية للتانية، وده بيحصل كل يوم آلاف المرات بشكل طبيعي. كل خلية بيكون واصل لها خلية بتنشطها وخلية بتهد نشاطها لو النشاط ده زاد عن حد، علشان كده بيكون في تحكم في كهربة المخ وتحكم في شغل الخلية. أما بقى في مريض الصرع فبيحصل لخبطة في كهربة المخ، وبتبدأ خلايا معينة في المخ تبعت إشارات كهربية مش مظبوطة لأجزاء في الجسم، ومن هنا بيحصل نوبات الصرع. بالنسبة للنوبات البؤرية أو الجزئية، دي نوبات بتبدأ في منطقة معينة في المخ، وحسب المنطقة اللي فيها الخلل هيظهر التأثير. يعني إيه الكلام ده؟ علشان كلنا نكون عارفين الجسم كله مرسوم على المخ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا دراعك اليمين لو جيت تفتح المخ وتشوفه هتلاقي إن في منطقة في المخ مخصصة للدراع اليمين، هتلاقي إن في منطقة معينة مخصصة لرجلك الشمال، وهكذا. كل منطقة في الجسم ليها مكان محدد على المخ مخصص ليها. فعلى سبيل المثال لو النوبة حصلت في المنطقة اللي بتتحكم في إيدك اليمين هتلاقي الأعراض ظهرت على إيدك اليمين، وهكذا. وقد تكون بسيطة يعني بيفضل الشخص واعي، أو معقدة يعني الشخص بيفقد وعيه أثناء النوبة، أو تتحول لنوبة في كل أجزاء الدماغ. أما بقى بالنسبة للنوبات المعممة، دي نوبات بتأثر على أجزاء كتير في كل الدماغ في وقت واحد. هنبدأ بنوبة الغياب. دي بتكون عبارة عن شرود أو سرحان، وبتحصل أكتر في الأطفال ولا تتعدى الدقيقة. وفي نقطة مهمة أوي هنا لازم ناخد بالنا منها، وهي إن في ناس بتفسر نوبات الغياب على إنها تأخر دراسي. لازم الأب والأم لو لاحظوا إن ابنهم بيسرح بشكل متكرر يحطوا في اعتبارهم إن ممكن ده يكون نوع من أنواع نوبات الصرع، وهي نوبات الغياب. وبالأخص المدرسين، لأن ممكن المدرس ده يكون بيشرح ويبص فجأة يلاقي إن في طالب مش مركز معاه أو سرحان، فأول حاجة هتيجي في دماغ المدرس إن الطالب ده مش مركز معاه ومش مديله اهتمام. ولكن في الحقيقة ممكن الطالب ده يكون بيعاني من نوبات صرع الغياب، يعني السرحان ده بيحصل غصب عنه. ده غير إن النوبات دي بتسبب للطفل مشاكل في الدراسة، لأنه بيفقد تركيزه أثناء الشرح بشكل متكرر. السرحان العادي لو الشخص اللي سرحان ده ندهت عليه هيقوم باصص لك ويقول لك نعم، انما الشخص اللي عنده نوبات صرع الغياب لو ندهت عليه مش هيستجيب ليك، لانه هو اصلا في عالم تاني مش موجود معانا. ونخلي بالنا برضو ان ده مش معناه ان كل اللي بيسرح يبقى عنده نوبات صرع الغياب،
ممكن يكون بيسرح عادي. طيب انا ليه ركزت على النوع ده بالذات؟ لان في اطفال كتير بيحصل لهم نوبات صرع الغياب والناس مش بتكون عارفه، والمدرسين بتوعهم مش بيكونوا عارفين، وبيفسروه على انه سرحان عادي، وده بيكون فيه ظلم للاطفال. فلازم كلنا ناخد بالنا ويكون عندنا وعي ان في حاجه اسمها نوبات صرع الغياب ممكن تحصل للاطفال، مش معنى ان في طفل سرحان يبقى هو سرحان او مش مركز معاك، ممكن يكون بيعاني من المرض ده. طيب هل ده معناه ان كل لما اشوف طفل سرحان يبقى عنده نوبات صرع الغياب؟ لا طبعا، انا بقول لك كده عشان لو لقيت طفل بيحصل معاه الموضوع ده بشكل متكرر تعرضه على دكتور مخ واعصاب، هو يشوف لو في عنده حاجه او لا. اما نوبه الارتخاء، المريض بيفقد السيطره على عضلاته اثناء النوبه، وممكن تلاقي الجفن نزل على عين المريض بشكل لا ارادي، وممكن توصل ان المريض يقع على الارض اثناء النوبه لانه فقد التحكم في عضلاته. اما بقى النوبه التوتريه دي عكس اللي فاتت، بيحصل للمريض توتر وتصلب في العضلات، وبرضه ممكن المريض يقع على الأرض لأنه فقد التحكم في عضلاته، وممكن يفضل بوعيه أو يحصل له مشاكل في الوعي. أما النوبة الرمعية دي بتكون استرخاء وتشنج للعضلات بشكل سريع ومتكرر، أو ممكن تكون تصلب في العضلات بيحصل بعدها ارتعاش في العضلات. أما النوبة التوترية الرمعية ودي أشهر نوع من أنواع نوبات الصرع واللي كل الناس بتشوفها، وهي إن الشخص فجأة بيقع على الأرض وبيفقد الوعي وبيبدأ يترعش وعضلاته يحصل لها تصلب. أما النوبة الرمعية العضلية ودي بتكون رعشة قصيرة بتحصل في العضلات زي الصدمة. كل الأنواع اللي ذكرناها باختلافها بتستمر من ثواني لدقايق وما بتزيدش عن كده. الأعراض اللي بنشوفها على مريض الصرع: العرض الرئيسي وأهمهم تكرار نوبات الصرع، فقدان مؤقت في الوعي والإدراك، حركات عضلية مش مظبوطة، ارتعاش في العضلات أو فقدان قوة العضلات، سرحان، ارتباك مؤقت وبطء في التفكير، مشاكل في الفهم والكلام، تغيرات في الرؤية والسمع والتذوق والشم، بيكون عنده اضطراب في المعدة وبيحرك شفايفه، بتحصل له أعراض نفسية، معدل التنفس وضربات قلبه بتكون أسرع. دي الأعراض بشكل عام، وحسب كل نوبة وليها أعراضها. على سبيل المثال هتلاقي مثلا عرض زي تأخر الفهم وغياب الإدراك بيكون أكتر مع نوبات الغياب، وهكذا. إزاي أتعامل مع مريض الصرع؟ دي نقطة مهمة جدا لازم كلنا نكون عارفينها. بعض المصابين بمرض الصرع بيحسوا بحاجات معينة قبل ما تحصل لهم النوبة، ومع تكرار حدوث النوبة بيعرفوا من نفسهم إن الحاجة دي لو حسوا بيها ده معناه إن في نوبة تحصل لهم دلوقتي، فبيبدأوا ياخدوا بالهم وبيبعدوا عن أي مصدر ممكن يأذيهم. ولو مثلا في شخص سايق بيقف على جنب لحد ما النوبة تخلص. المشكلة الأكبر في المرضى اللي بيحصل لهم النوبة بشكل مفاجئ ومش بيعرف إنها تحصل له. دول نعمل معاهم إيه يا أبو حميد؟ المفاجأة إنك مش هتعمل أي حاجة. إزاي بس يا أبو حميد؟ معظم النوبات بتنتهي بعد فترة قصيرة جدا وبيرجع الشخص لطبيعته تاني. أما في حالة النوبات الرمعية التوترية اللي هي النوبات اللي بيحصل فيها تشنج والمريض بيفضل ينتفض، كل اللي هتعمله إنك تشيل من جنبه أي حاجة ممكن تأذيه وتخلي المكان حواليه فاضي، وتحاول تنيمه على جنبه اليمين، وتحط مخدة تحت راسه عشان لو بيخبط راسه في الأرض ما يتعورش، ولو لابس حاجة زي نضارة أو ساعة تشيلها، ولو لابس جرافطة تفكها. وبس كده، ما تحاولش تكتفه أو تمنع التشنجات لأن ده أكبر غلط. أنت كده هتأذيه وهتأذي نفسك. أمال أعمل إيه؟ بعد ما عملت كل اللي قلنا عليه هتفضل جنبه وتحسب وقت النوبة. لو عدى تلت ساعة والنوبة لسه مستمرة كده المريض ده محتاج يتنقل للمستشفى، لأن النوبة لو فضلت أكتر من نص ساعة متصلة هتسبب ضرر في المخ. في النهاية عايزين نجاوب على سؤالين. أول سؤال: هل الصرع مرض معدي؟ أحب أقولك إن الصرع مش مرض معدي. تاني سؤال: هل الصرع مرض وراثي؟ الصرع ممكن يكون وراثي في حالات معينة زي نوبات الصرع الرمعية العضلية ونوبات صرع الغياب اللي بتحصل للأطفال. وأخيرا، بعد المعلومات اللي قلناها في الفيديو النهاردة أعتقد إن بقى عندك وعي كافي عن مرض الصرع. مريض الصرع مش مجنون ولا مسحور، مريض الصرع زيه زي مريض السكر والضغط، لازم نعامله زيه زي أي شخص، وافتكر إن اللي بيحصل ده غصب عنه. كل اللي مريض الصرع محتاجه دعم ومعاملة كويسة من كل اللي حواليه، ومحتاج طبعا يتابع مع دكتور ويلتزم بالعلاج اللي الدكتور كتبه له، ولحسن الحظ ممكن مع الوقت يتحسن بنسبة كبيرة. وبس كده، سلام.